السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايب لكم قصة حقيقية وهي عن واقعنا الحالي. لا تنسون تحطون لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وخلونا نبدأ الحلقة. هذه اللوحة اسمها الحقيقة العارية أو الحقيقة تخرج من البئر، للفنان جان ليون جيروم، رسمها سنة 1896 ميلادي. اللوحة تحكي أسطورة الحقيقة والكذب التي انتشرت في القرن ال19، حيث تقول الأسطورة أن الكذب والحقيقة تقابلوا في يوم من الأيام، فقال الكذب للحقيقة أن اليوم جميل جدا، فنظرت الحقيقة حولها في شك، ورفعت عينها للسماء فوجدت أن الشمس مشرقة والجو جميل، فقررت أن تقضي اليوم في نزهة مع الكذب. عاد الكذب وقال للحقيقة أن مياه البئر صافية ودافئة، فهيا بنا نسبح. نظرت الحقيقة للكذب في شك للمرة الثانية، لمست المياه فوجدتها صافية ودافئة بالفعل، فخلع الاثنين ملابسهم ونزلوا للاستحمام. وفجأة خرج الكذب من البئر سريعا وارتدى ثوب الحقيقة وجرى حتى اختفى، فخرجت الحقيقة من البئر عارية وغاضبة، وجرت محاولة أن تلحق بالكذب، فلما رآها الناس عارية تضايقوا منها وأداروا وجوههم عنها. وهنا رجعت الحقيقة المسكينة إلى البئر وتوارت، ولم تظهر مرة أخرى من خجلها. ومنذ ذلك الحين والكذب يلف العالم مرتديا ثوب الحقيقة، والناس تتقبله وفي نفس الوقت يرفضون رؤية الحقيقة العارية.